على هدف المقاولين في الاهلي والهدف ده نشوف كوبي الاثنين كوبي قلب الدفاع. انا لا انا عايز كمان ادي دي وعايز البنالتي كمان يعني نفس التمريره ادي اللعبه نفس التمريره نفس الشغل. ما هو برضه كابتن لازم نقول ان كره القدم وسط الملعب مهم جدا حتى في الدور الدفاعي مش هجوميا فقط لا غير. فاذا كان يتحمل لاعبين الدفاع يتحمل وسط الملعب، هي منظومه مجموعه كامله. ده اللي لازم يوصل لفكر اللعيبه. واعتقد ان في اخطاء اللي موجوده في قلبين الدفاع لا يتحملها لا قلبين الدفاع ولا طرفي الملعب يتحملها كمان لعيبه وسط الملعب. التغيير يا كابتن اللي في رايي في الشوط الثاني انا عايزهم بس يجيبوا لي البنالتي، الكره اللي جه منها البنالتي اللي هي بتاعت وائل جمعه مع سالم. اتفضل. التغيير يا كابتن انا في رايي شكري ليس له وجود في المباراه اطلاقا. بعيد الاهلي بيلعب 10 في رايي الشخصي لانه بعيد تماما عن شكل اللقاء. ممكن كابتن محمد يوسف يلعب الكل في الكل، يلعب 4 2 1 3 الاربعه الاثنين ده مخاطره هجوميه مطلوبه من محمد يوسف عشان يضغط على الداخليه عشان يرجع الداخليه. يلعب برؤوف وسيد حمدي وعمر جمال، رؤوف سيد حمدي وعمرو جمال وخالد تحتيه لازم ينزل. انا في رايي بديلا لاحمد شكري ده اذا اراد التعادل. وعنده موسى يدان كمان كوسط ايسر ممكن يشتغل كويس. بس انا في رايي التغييره الاولى ممكن تكون لاعب زي احمد رؤوف يلعب على انه على الشكل الهجومي وكخبرات وكضربات راس او تحرك بدون كره. في رايي افضل كتير